شكري نجيب لاعب نادي الإسماعيلي وأحد اللعيبة الصاعدة للنادي الإسماعيلي، النهارده بتوقع على بياض. عايزين تحكي لنا على ظروف التوقيع بعد ما العميد بديع اللي هو المسؤول عن لجنة التعاقدات اتصل بيك لأنك جيت تحكي لنا على التوقيع. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ست عميد اتصل عليا وقال لي تعالى امضي وكده وانت ابن النادي فبس خلاص هي خلصت على كده ان شاء الله، وطلعنا زي ما حضرتك شفت مضيت وبتاع بس. طيب انت يعني دلوقتي خلاص حطيت رجلك في الفريق الاول ان شاء الله، يعني تكون بدايه خير ان شاء الله. طموحك مع النادي في ظل رحيل نجوم كتير من النادي الاسماعيلي، وفي يعني اعمده رئيسيه بقى من النادي الاسماعيلي زي الكابتن حمص والكابتن حسني والكابتن صبحي، طموحك ايه بقى مع الناس دي؟ طموحي مع الناس دي طبعا ملوش حدود، ان شاء الله نعمل حاجه للنادي ونبقى قد الثقه اللي هم مديها الناديات، وباذن الله الدوري يبتدي والبطولات التانية الكاس والحاجات دي وربنا يكرمنا ان شاء الله. شكري لما بتلعب جنب الكابتن حسني بطيمته الكبيره يعني احساسك ايه؟ لا احساس طبعا ما اقدرش اوصفه، احساس كبير طبعا ان هو كابتن حمص زي كابتن حسني وكابتن حمص وكابتن صبحي في حراسة المرمى، حاجه كبيره زي ما انت قلت، فبتديني ثقه، بتديني تقل في الملعب، خبره بعد كده الحاجه اللي قلنا عليها بنستفيد منها. بس فهي لعيبه قيمتها كبيره زي ما انت قلت يعني، فاي حاجه منهم استفاده يعني. احنا بنتمنى لك التوفيق، مش عايزين نطول عليك عشان تمرينك، وان شاء الله نشوفك في احسن صوره ان شاء الله، وان شاء الله تحقق كل احلامك مع نادي الاسماعيلي باذن الله. شكرا شكرا، الف سلامه.